المغرب الشقيق ليسوا فقط أسود الأطلس في كرة القدم، بل في صناعة السيارات، بل هم رقم واحد عربيا وإفريقيا. السنة الماضية المغرب أنتجت 450 ألف سيارة، مصانعها قادرة أن تنتج أكثر من 700 ألف سيارة. ففي المغرب حاليا يوجد مصنع لرينو نيسان، بيجو ستروين، فيات، لاراكي الإنجليزية، بي واي دي الصينية، وقريبا حيكون مصنع نيو، مش الصيني، لا المغربي، صناعة مغربية 100%. أعلن شركة رينو أنه 20% من إنتاجها حصل في المغرب السنة الماضية، ومعظمه راح للتصدير لأوروبا، وتركيزهم الأكثر إنها تكون بوابة لإفريقيا. وهذا تركيز بي واي دي الأكبر. بي واي دي طبعا زي ما حكينا لسه بادين، فعلى السنين القادمة توقعي بي واي دي راح يحتلوا السوق الأوروبي والإفريقي عن طريق مصنع الموجود حاليا في طنجة في المغرب. في العام الماضي هبط السوق الأوروبي 40% لإنتاج السيارات، في نفس الوقت ارتفع السوق المغربي ب 15% عن السنة اللي قبلها، ليشكل حاليا تصدير السيارات 30% من إنتاج المغرب. ويتصدر إلى المرتبة الأولى من تصدير سياراتهم الداشيا دوكر والرينو كانجو. فأهل المغرب وين ما شفتوا هذول السيارتين أعطوهم سلام، لأنه هذول سفيركم الصناعي في الخارج.